عايزه اقول لكم بقى النهارده انا عملت إيه شويه رز بلبن كده. بسم الله ما شاء الله عليهم. نبدا بقى نحط عليهم شويه مكسرات كده بالشكل ده. رز بسم الله ما شاء الله عليه طالع كريمي معانا. حاجه كده تحفه. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى جايه لكم بايه؟ وصفة رز بلبن زي بتاع المحلات بالظبط. رز كريمي وقشطة، واخدة الرسمة بتاعتها المكشكشة على الوش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قبل ما نروح بقى للطريقة تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة. بحبكم في الله. يلا بينا على طريقة التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا هنا حلة بقى على النار اهي فيها شوية مية. تمام. وهنزل بيهم بكوباية رز. كوباية رز بالشكل ده كده. انا غسلها طبعا. سيبها بقى ايه تاخد وتدي كده مع نفسها. تمام يا بنات. هنا بقى يا بنات الرز شرب المية كلها وبقى بالشكل دوت كده. تمام. هنزل عليه بقى دول رتلين من اللبن، بس انا سبت كوبايه، يعني كوبايتين منهم عشان محتاجين. تمام يا بنات بالشكل ده كده. انا هنزل بقى بكوبايه ونص من السكر. طبعا التحليه دي تبعك انتي. انا هنا نزلت عليه بكوبايه ونص بالظبط من السكر. تمام. بالشكل ده كده. اللبن طبعا بتاعنا كامل الدسم. انا قلت انا هسيب كوبايتين كده من اللبن. اول كوبايه اهي انزل عليها ب3 معالق من كريم شانتيه. لو عندك قشطه ممكن تستغني عن الكريم شانتيه تحطي علبه قشطه عليها. برضو خلي الرز معاكي كريم وحلو. تمام كده يا بنات. متنسوناش بقى في لايك حلو منكم كده. ربنا يجعلكم كده نعمه في حياتي يا رب. تمام. كوبايه اللبن التانية يا بنات هنزل بيها بقى معلقه نشا كبيره، ومعاها باكت من الفانيليا. تمام. انا نزلت بالنشا اهو. وبعدين حطيت 2 كيلو من اللبن. كنت سبت منه كوبايتين لبن، كوبايه حطيت فيها كريم شانتيه وكوبايه دوبت فيها النشا مع باكت فانيليا. تمام يا بنات. سيبوا بقى لما نلاقي الرز بتاعنا يبدأ يلف معانا. طريقة سهلة وبسيطة. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وب2 كيلو لبن وكوباية رز صغيرة هتعملي كمية للولاد ولحبايبك والكل هياكل منه. الطبق ده احنا بنشتريه من المحل ب25 جنيه يا جماعة. شوف انت بقى تعمليه في البيت بطريقة حلوة وبنفس نكهة المحلات ويطلع معاكي حلو كده يا بنات. الرز بتاعنا لف معايا بسم الله ما شاء الله. بقى كريم ازاي ما شاء الله عليه. ابدأ بقى نغرفه بقى في الاطباق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ بقى ايه نضيف بقى بقية الاطباق بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله عليه. انا هنا بقى يا بنات خلصت الكمية بتاعتي كلها اهي، بسم الله ما شاء الله عليها بالشكل ده كده. بسم الله اللهم بارك. خلصنا الرز بتاعنا بالطريقة دي. رز كريمي، عايزة اقول لكم يعني طعمه تحفة كده، اللهم بارك. كوب الرز و2 كيلو من اللبن عمل لنا الكمية الحلوة دي كلها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. رز طالع معانا تحفة وكريمي، يعني طعمه تحفة كده، اللهم بارك فيه. وبكده يا بنات الفيديو بتاعنا خلص. ان عجبكم متنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة. اسيبكم في رعاية الله وامنه.